أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع شائك وممكن يكون بيلمس ناس كتير مننا. إزاي ممكن نفهم ونتعامل مع شريك بيميل للبعد أو اللي بنسميه نمط الارتباط المتجنب؟ ده اللي هنحاول نفصصه سوا. طيب، هل ممكن حد يكون حاسس بالوحدة جوه العلاقة؟ يعني إحساس إن في مسافة، فجوة عاطفية حتى لو الشريك موجود وقاعد جنبك. لو الإحساس ده مألوف يبقى اللي جاي ده مهم جدا. ممكن ما يكونش مجرد شرح، لا، ممكن يكون بداية لطريقة تفكير مختلفة خالص. طيب خلينا نشوف لو السيناريوهات دي مألوفة. الواحد يحس إن شريكه بيبعت له إشارات عكس بعض، النهاردة قريب وبكرة بعيد، أو تلاقيه بينسحب تماماً أول ما المشاعر تبتدي تبقى قوية أو يبقى فيه نقاش مهم، وطبعاً ده بيولد إحساس بالإحباط أو إن الواحد مش متشاف ولا متقدر. فكرة القرب نفسها بتبقى حاجة صعبة، مش دايماً، والشريك ده دايماً يبان كأنه بعيد أو في حاجة غامضة. تمام. عشان نمشي خطوة بخطوة، دي الخريطة بتاعتنا. هنبدأ بمفارقة الشريك البعيد، بعدها هنغوص في جذور التجنب ده عشان نفهم أصله، وبعدين هندي استراتيجيات عملية للتواصل، وهنوصل لنقطة في غاية الأهمية، وهي توازن القلق في العلاقة. وفي الآخر خالص هنشوف إزاي الواحد يقدر يختار طريقه. يلا بينا نبدأ. الجزء الأول، مفارقة الشريك البعيد. يا ترى إيه الدافع الحقيقي ورا تصرفاته؟ خلينا نفهم. وهنا بقى دي أهم نقطة ممكن تكون في الموضوع كله، فركزوا فيها كويس. الشخص ده مش بيهرب من الناس أو من شريكه، لا، هو بيهرب من مشاعر سلبية خانقة جواه بتحسسه إنه غرقان أو ضعيف. فالانسحاب ده عامل زي درع بيحمي بيه نفسه، مش سيف بيحارب بيه اللي قدامه. فرق كبير جدا. طيب، إيه اللي بيخلي الموضوع محير قوي؟ هو الفرق بين الاهتمام والتعاطف. الشريك المتجنب ده ممكن تلاقيه مهتم جدا، يعني بعقله عايز مصلحة اللي معاه، بيشتغل ويتعب عشانه، ممكن يساعد أي حد. ده اهتمام. لكن التعاطف، اللي هو القدرة إنك تحس مشاعر اللي قدامك، دي بقى المهارة اللي بتكون ناقصاه. يعني كأنه بيهتم بعقله بس مش عارف يتواصل بقلبه. تمام، فهمنا الفرق بين الاهتمام والتعاطف. طب السؤال دلوقتي، هو ليه التعاطف ده مش موجود؟ ده ياخدنا للجزء التاني، جذور التجنب. إزاي الشخص ده بيتكون من الأساس؟ خلينا نوضح تاني يعني إيه تعاطف. ببساطة هو إنك تقدر تحس باللي بيحس بيه اللي قدامك وتوري له إنك فاهم إحساسه. وأهم كلمة هنا هي إنها مهارة مكتسبة. يعني إيه؟ يعني مش بنتولد بيها، دي حاجة بنتعلمها. ولو الواحد ما اتعلمهاش وهو طفل بتبقى صعبة عليه قوي وهو كبير. الحكاية البسيطة دي بتشرح كل حاجة. تخيلوا معايا كده، طفل صغير وقع ورجليته اتجرحت. لو الأهل بيعرفوا يتعاطفوا هتلاقي الألم اترسم على وشهم، هيقولوا أوه يا حبيبي وياخدوه في حضنهم. الطفل هنا بيتعلم إيه؟ بيتعلم إن وجعه حقيقي ومهم. طيب في الحالة التانية بقى، أهل الطفل المتجنب رد فعلهم مختلف تماما. ممكن تلاقيهم بوش محايد أو حتى مبتسمين ويقولوا له خلاص خلاص مفيش حاجة، أنت كويس، اجمد كده ما تعيطش. شايفين الفرق؟ طب الطفل ده عشان يعرف يعيش بيتعلم إيه؟ بيتعلم ينكر مشاعره، يقول لنفسه لأ أنا مش موجوع. بيتعلم إنه ما يبينش وجعه ويقول أنا تمام. بينكر إنه محتاج طبطبة أو حضن. والنتيجة النهائية إنه بيفقد التعاطف، أولاً مع نفسه وبعد كده مع أي حد تاني. والمشكلة إن الاستراتيجية دي ما بتفضلش في الطفولة، لأ دي بتتحول لخريطة بيمشي عليها في كل علاقاته بعد كده. طيب فهمنا الجذور والأسباب. نيجي بقى للسؤال الأهم، وإيه الحل؟ إيه اللي ممكن يتعمل؟ ده ياخدنا للجزء الثالث، استراتيجيات للتواصل، وهنقسمها لجزئين. الجزء الأول هو إزاي نساعد الشريك. ممكن نعتبرها تمارين لبناء عضلة التعاطف اللي عنده. زي مثلا نساعده يقرأ تعابير وشنا، نقول له شكلي باين عليه إيه دلوقتي. أو قبل ما نفتح موضوع صعب ندي زي تحذير لطيف، نقول أنا عايز أتكلم في حاجة بس نيتي صافية، عايز بس أوضح وجهة نظري. وممكن نطلب منه تخيل إحساسنا هيكون إيه قبل ما يعمل حاجة. وطبعا أهم حاجة في الدنيا لما ياخد أي خطوة صغيرة حتى لو بسيطة ناحية إنه يتواصل، نشجعه ونقدر ده. الجزء التاني بقى وهو بنفس الأهمية، هو إزاي نساعد نفسنا. أولاً، القاعدة الذهبية، لما ينسحب بلاش نجري وراه، المطاردة بتخليه يهرب أسرع. تاني حاجة، لازم نفكر نفسنا دايماً انسحابه ده رد فعل تلقائي مش هجوم شخصي علينا، وبدل ما ننتقد نطلب اللي محتاجينه بطريقة إيجابية. والأهم من ده كله، لازم يكون لينا مصادر أمان ودعم بره العلاقة دي، أصحاب، أهل، اهتمامات. دي مش رفاهية، دي حاجة أساسية عشان ما نغرقش. ودلوقتي وصلنا لنقطة حساسة ومهمة جدا. هنا بقى بيجي التويست في القصة.
وهو إننا محتاجين نبص لجوه شوية ونشوف دورنا إحنا في المعادلة دي. الجزء الرابع، توازن القلق في العلاقة. تخيلوا إن أي علاقة في الدنيا دي عاملة زي كوباية. الكوباية دي ليها سعة معينة من القلق والتوتر تقدر تستحملها. لو القلق زاد عن السعة دي، الكوباية بتدلق. فالعلاقة في جوهرها هي نظام مشترك بين طرفين لإدارة القلق ده. وهنا بقى محتاجين نسأل نفسنا سؤال بصراحة شديدة ومن غير أي جلد للذات. هل ممكن نكون إحنا اللي بنصب قلق زيادة في الكوباية دي من غير ما نحس؟ يعني مثلا كلام عن الالتزام بدري قوي في العلاقة، أو مكالمات ورسائل طول اليوم، أو إننا نحكي كل مشاكلنا وهمومنا مرة واحدة، أو نفضل طول الوقت عايزين نتكلم عن علاقتنا، أو حتى الشكوى المستمرة عشان ناخد اهتمام. كل دي حاجات ممكن تكون بتزود القلق وبتخلي الشريك المتجنب يرجع لورا. طيب نعمل إيه؟ الحل بيبدأ من عندنا إحنا، إننا نتعلم نهدي قلقنا الأول، ندي مساحة للشريك. المساحة دي بتخليه يحس بقيمتنا، يكون عندنا ثقة في نفسنا، مش مستنينا تأكيد من حد. وبدل الشكوى نتعلم نحط حدود واضحة وصحية، ومفيش مانع من شوية غموض، مش كل حاجة لازم تتقال وتتحكي. لما بنعمل كده إحنا مش بس بنخفف الضغط على العلاقة، لأ، إحنا بنسترجع زمام الأمور في حياتنا. وبكده نوصل لآخر محطة في رحلتنا. بعد كل الفهم ده، إيه الخطوة الجاية؟ الجزء الخامس والأخير، اختيار المسار للمستقبل، وإزاي الفهم بيدينا قوة. الخلاصة كلها في الجملة دي، تجنب الشريك ده مش غلطة حد فينا، دي حاجة ليها جذورها. لكن في نفس الوقت عشان أي علاقة تكون صحية وتكمل لازم يكون في مجهود من الطرفين. الفهم لوحده مش كفاية، هو مجرد البداية. الأهم هو الالتزام المشترك بالنمو والتغيير. يبقى لو هنلخص كل اللي قلناه نفتكر الأربع نقط دول. أولاً، سلوك الشريك ده آلية دفاع مش قلة اهتمام. ثانياً، ممكن نساعده وفي نفس الوقت لازم نساعد نفسنا. ثالثاً، نخلي بالنا دايماً من كوباية القلق في العلاقة. ورابعاً وأهم حاجة، الاختيار في الآخر في إيدينا. وهنا أحب أختم باقتباس بيلخص كل حاجة، بيقول: لو قررت البقاء فليكن قرارك مبنيا على الاختيار وليس على أمل زائف أو شعور بالذنب أو إلزام أو خوف. ودي نقطة مهمة جدا نسيبها للتفكير.